تعرفوا ايه هو المشروب الاكثر استهلاكا على مستوى العالم بعد الميه؟ تعالوا نقول لكم. السلام عليكم. القهوه هي اكثر مشروب بيتشرب على مستوى العالم بعد الميه، لدرجه ان احصائيات منظمه القهوه العالميه بتقول ان في 2 مليار وربع فنجان قهوه بيتشربوا يوميا. طبعا القهوه من اهم مصادر الكافيين، والكافيين ماده منبهه بتساعد كتير انهم يبداوا يومهم بتركيز. في دراسات منشوره في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن سنه 2020 بتقول ان استهلاك معتدل للقهوه يوميا ممكن يساعد لخفض خطر الاصابه ببعض امراض القلب او حتى السكر. لكن الكافيين مش بريء تماما، الجرعات العاليه منه ممكن تسبب قلق وخفقان، وممكن حتى توصل للاعتماديه. صحيح احنا مش بنسميها ادمان زي بقيه المواد المخدره، لكن بنقول عليها اعتماديه. والاعتماديه دي معناها انك لو وصلت لمستويات عاليه من الاستهلاك، لو وقفتها مره واحده، وقفت شرب القهوه يعني مره واحده، ممكن تتعرض لصداع وخمول. عشان كده واتباعا للمقوله المشهوره خير الامور الوسط، الاستخدام المعتدل للقهوه يديك فوائدها ويبعد عنك اضرارها ان شاء الله.